اوعى تقول لي ان ايران هي المستفيد من ضرب مفاعل محطة الطاقة النووية في الامارات. في عالم السياسة والحروب في سؤال واحد دايما بنسأله: مين المستفيد؟ امبارح الدنيا قامت ما قعدتش بعد الهجوم بالمسيرات على محطة بركة للطاقة النووية اللي في الامارات. الدنيا كلها عينيها طبعا راحت على ايران، بس انت لو فكرت لثانية واحدة بس، وهل من مصلحة ايران ان الدنيا تولع دلوقتي، ولا في طرف ثالث خفي هو المستفيد من ان الحرب تولع تاني بين الخليج وبين ايران؟ احنا النهارده مش جايين نقول كلام مرسل وخلاص، احنا جايين نحلل تفاصيل بالورقه وبالقلم، وان ده ممكن يكون فخ صهيوني متقفل على الفرازه عشان النتن يطلع هو المستفيد. تعالوا بقى نجيب القصه كده من على الخريطه. الامارات طلعت بنفسها وقالت ان الثلاث مسيرات دول جم من على الحدود الغربيه. طيب وايران فين؟ ايران بتقع على الشمال الشرقي للامارات. اصلا الامارات ما اتهمتش ايران بالقصف ده. طب الحوثيين في اليمن هم طبعا مستبعدين الموضوع ده. امال الضرب ده جه منين؟ السعوديه في نفس اليوم اعلنت ان في 3 مسيرات اخترقوا حدودها. طب وجت منين المسيرات دي؟ جت من اتجاه العراق. مسيرات عدت من فوق الاراضي السعوديه وراحت ضربت المولد الكهربائي. طب يا عم سلوع، ايه اللي جاب العراق في الموضوع؟ هنا بقى الصدمة. نيويورك تايمز طلعت ببيان عللت كل القصة دي. الصحيفة قالت ان الاحتلال عمل قاعدتين سريتين في العراق بتغطية امريكية، تطلع منهم مسيرات تعمل ضربات مجهولة في دول الخليج، وطبعا نلبس التهمة لإيران وتولع الحرب من جديد. التاريخ طبعا ما بيكذبش، ومعروف ان الكيان عنده عقيدة ثابتة وعقدة من اي حد بيحاول يعمل مفاعل نووي حتى لو كان مفاعل سلمي. فاكرين سنة 1981 المفاعل اللي كان في العراق؟ طب فاكرين سنة 2007 المفاعل اللي كان في سوريا؟ الاحتلال بيشوف ان اي مفاعل او تقدم تكنولوجي هو تهديد لوجوده في المنطقة، الا مفاعل الضبع النووي اللي في مصر. الحرس الثوري طلع ونفى اي علاقته بالضرب ده خالص. الوقائع كلها بتقول ان في مخطط خبيث لاشعال الحرب تاني بين ايران وبين الخليج. اظن المؤامره وضحت قوي كده قدام على مرأى ومسمع من الكل. الهدف هو استنزاف الخليج